وسلام الرب يسوع المسيح معكم أحبائي. اليوم نكمل الإصحاح 39 من سفر التكوين. نبدأ في المقدمة. يوسف يعمل في بيت فوتيفار وينجح في كل ما يفعله. فوتيفار يجعله مشرفا له، وكل أمور فوتيفار تنجح بسبب يوسف، فيضع ثقة غير محدودة فيه. زوجة فوتيفار تحاول إغراءه فيرفض، ولكنها تستمر محاولة استدراجه، لكنه يرفضها فتستخدم العنف فيهرب من يدها تاركا قميصه، فتتهمه بمضاجعتها، وبعد ذلك اشتكته لفوتيفار، فطبعا يغضب عليه ويلقي يوسف في السجن. الرب يعطيه نعمة كبيرة في عيني حارس السجن، فيعهد إليه برعاية السجن وجميع السجناء. قبل أن نبدأ بهذا الإصحاح نريد أن نتذكر أن الإصحاح السابق كان صورة عن الإنسان عندما يعزل نفسه عن الرب. نتذكر كيف يهوذا نزل عن إخوته، ابتعد وذهب إلى أرض كنعان، ومن هناك تزوج امرأة كنعانية. فنشوف الأخطاء التي ارتكبها، صورة شائنة عن يهوذا وما كل ما فعله. أما في هذا الإصحاح نشوف صورة مشرفة عكس تماما الإصحاح السابق. نشوف البر، نشوف القداسة، نشوف الصبر، نشوف يد الله تعمل لتنجح وتبارك يوسف التقي الذي انفصل عن إخوته ليس برغبته ولكن رغما عنه. والروح القدس يريد هكذا يبين لنا كيف انه الاصحاح السابق يكلمنا كيف ما وصل اليه يهوذا، وهنا يرينا ما سيصل اليه يوسف. نحن نعلم ايضا انه تكوين 37 راوبين حاول ان هو الوحيد اللي حاول أن ينقذ يوسف من يد إخوته، فاقترح عليهم أن يطرحوه في البئر لكي يعني يستطيع أن ينقذه منهم ويردوا إلى أبيه. وفي غياب راؤوبين طبعا يهوذا اقترح عليهم أن يخرجوا من البئر ويبيعوه للإسماعيليين، وهؤلاء بدورهم باعوه لفوتيفار سيد مصر. نرى هذه صورة رمزية عن يعني المسيح المتألم الذي تألم من يهوذا تلميذه الخائن، وبعدها من اليهود أمته، وبعدها من العالم الأممي. فهكذا حصل مع يوسف، تألم من إخوته أولا، والآن سنرى كيف سيتألم من العالم الأممي أيضا في مصر. في العدد الأول: وأما يوسف فأنزل إلى مصر واشتراه فوتيفار خصي فرعون رئيس الشرط رجل مصر من يد الإسماعيليين الذين أنزلوه إلى هناك. اشتراه فوتيفار، وفوتيفار يعني قائد حرس السجن. ونرى أنه كان الرب مع يوسف، فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصري. الرب بارك يوسف يعني وأعطاه نعمة في عيني سيده، وكان ناجح جدا في بيت هذا المصري. فوكله سيده على أمور صغيرة فنجح فيها، فأوكله إلى أعمال أكبر وأكبر. ورغم كل المسؤوليات والواجبات بارك الرب بيت المصري بسبب يوسف، وكان بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل. فنشوف أنه يقول في العدد الرابع: وكان عدد 5: وكان من حين وكله على بيتي وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكان بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل. فترك كل ما كان له في يد يوسف، ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل. وكان يوسف حسن الصورة وحسن المظهر، يعني وكلوا يعني جعلوا مشرف على كل شيء. ويوسف
يعني يقول لم يكن معه يعرشين إلا الخبز الذي يأكل، يعني هو لم يكن له أي شيء في بيت سيده إلا الخبز اللي يأكل فقط، طعامه فقط، هذا اللي كان، لأن هو عبد، والعبد كان تعرفه مملوك من قبل سيده. فهكذا كان أمينا، كان ناجحا، والرب بارك بيت المصري. وبعدين يقول إنه يوسف كان حسن المنظر، كان منظره وشخصيته كان له قوام، وهذا يعني اللي جعل كان امرأة فوتيفار يبدو أنها امرأة يعني ليست امرأة تقية، فوضعت عينها على يوسف. فيقول: وحدث بعد هذه الأمور إن امرأة سيده رفعت عينيها ليوسف وقالت: اضطجع معي. أعجبت بيوسف وأحبت أن يضطجع معها. طبعا يوسف رفض، كان إنسان تقي كما قلنا، كان يحب الرب، ولكنها ظلت تلح عليه فترة طويلة، ومع ذلك كان هو يرفض. فيقول في عدد 8: فأبى وقال لامرأة سيده: هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يدي، ليس هو في هذا البيت أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأة، فكيف أصنع هذا الشر وأخطئ إلى الله؟ هذا العدد 9 يبين لنا يوسف هنا سببين لرفضه لطلبها هذا الشرير. أولا تقديره واحترامه لسيده الذي يدين له بكل ما له. ثانيا الخوف من الله الذي في عينيه سيكون هذا الأمر جريمة كبرى، والله لن يرضى عليها. فلطف سيده وخوف الله أمام عينيه، فكيف يمكن أن يرتكب هذا العمل الشرير؟ فيظهر لو ارتكبه كأنه إنسان ناكر جميل، وأيضا عبد شرير ولا يستحق أن يكون عبدا لله. طبعا رغم ما قالوا، لكنها ظلت تلح عليه يوما بعد يوم أن يضطجع معها، وهو كان دائما يجاهد ويرفض طلبها. في عدد 11: ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله، ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت. دخل إلى البيت، لم يكن أحد في البيت، جدي امرأة فوتيفار وأمسكته لأنها عرفت أن يوسف يتجنبها، فأمسكته ودبرت، هي اللي ممكن دبرت أنه ما يكون أحد في البيت غير هي وحدها. أمسكته بثوبه، فهو قالت له: اضطجع معي، لكنه ترك ثوبه وهرب من عندها وخرج إلى خارج. قاوم يوسف هذه اللحظة الرهيبة من التجربة وهرب وخرج إلى خارج. هذا الفعل الذي ينبغي أن يفعله كل إنسان عندما يتواجه في تجربة مثل هذه: الهرب والخروج. يقول لنا الرسول بولس في تيموثاوس الثاني 2:22: أما الشهوات الشبابية فاهرب منها. إذن أحيانا نحن يعني لا نريد أن نتوجه نحو الخطيئة، لكن إلنا ميل أن نبقى في حضوره، وهذا خطأ، لأن هذا الميل سوف نسقط في الأخير في الوقوع فيها. فالأفضل في هذا الأمر، والشيء يعني الأفضل إنه هو الهروب من شهوات الجسد وبأكثر سرعة ممكنة. ترك ثوبه، ما تعني أنه هو يعني الآن عاري بدون ملابس، لا، ولكن ثوبه الخارجي خلع عنه لأنه مسكته فخلعه وهرب يعني، فخرج خارجا بسرواله الداخلي يعني. وهذا طبعا يعني سوف يكلفه الكثير، وهو لم يهتم بما سيكلفه، لكن كان له أن يكون أمينا ومع الله ومع سيده.
عدد 14 إنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة انظروا قد جاء إلينا برجل عبراني لداعبنا، دخل إلي ليضطجع معي فصرخت بصوت عظيم. جاء إلينا برجل عبراني. زوجة فوتيفار تلوم يعني زوجها، اللوم الكبير على زوجها تعطي. ليش؟ اللي اعتقد إنها يعني لم تكن يعني تحبه كثيرا. جلب لنا يعني أنه وضع هذا الشخص العبراني العبد انطال مرتبة وانطال مركز ومكانه وسمح له بفرصة أكبر حتى يهيننا، لكي يداعبنا حتى يهيننا، يعني أنه يعني يريد أن يضطجع معها. أوكي، يضطجع معها. أي كنوع، يعني الكلمة مستخدمة كنوع من العلاقة الجنسية الغير مسموح بها إلا بين الشخص وزوجته. طبعا احنا يعني نحاول أن يعني نتأمل ونشوف إنه الموقف هذا كان موقف يعني صعب جدا، سبب إهانة، سبب حزن ليوسف، يتهم بهذه الكذبة الشنيعة وهو بريء. حتى نشوف أنه لم يحاول أن يدافع عن نفسه ضد هذا الاتهام. كما حصل مع الرب يسوع المسيح، أيضا وقف صامت أمام متهميه، لم يفتح فاه. وهذا طبعا ليس عدلا كما نرى هنا. يعني أحيانا ثمن يدفع نتيجة لمقاومة التجربة، ثمن نفيس جدا، لكننا نعلم ذلك أن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. وهذا ما حصل مع يوسف كما سنرى فيما بعد. هنا نجد أيضا أنه فوتيفار أيضا كان موضوع أمام أمرين، أنه هو يثق بيوسف ثقة مطلقة، ومن الجهة الأخرى أنه زوجته واتهامها، وهي طبعا زوجته، فحتى لو لم يكن صدقها لكنه لابد أن يسمع لها، فوضع يوسف، لذلك وضع يوسف في السجن. ولو كان صدقها ربما كان قد قتل يوسف. لكن يعني هذا اللي حصل، أنه هذه التجربة التي تعرض لها يوسف وضعته في السجن لأنه رفض الانصياع للخطيئة. طبعا كان يوسف هنا يتألم من أجل محبته، من أجل بره، وفي كلا الموقفين كان الرب بجانب يوسف كما نعلم، سواء من ناحية إخوته، والآن هو في السجن بسبب هذه المرأة الشريرة. وضعه في بيت السجن، المكان الذي كان أسرى الملك محبوسين فيه، وكان هناك في بيت السجن. وضعه في السجن أو بيت سحار، حرفيا منزل دائري. هذا كان يعني هكذا كان مبنى السجن، سجناء الملك. ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفا وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن. إذن الرب أيضا هنا معه أيضا. ليست هذه نتيجة تذكر يعني لما يلاقي خدام الله مثل يوسف. يوسف كان يعمل دائما لأجل سيده، فهذا إكرام إلهي ونجاح زمني من الرب له. اللي يعرف الله في كل طرقه سيتمتع بوعد الله أنه سيقوم كل خطواته. بيع وسجن يوسف يعني، وهذا كان كله لمجد الله وتحقيق لهذه الغاية. عمل الله فيه، وعمل الله له، وعمل الله به. حتى الناس الغير مؤمنة يعني يستطيعون أن يميزون عمل الله مع أتباعه. رأى سيده أن يوسف كان معه
ومن هنا نعلم أن معرفة يهوه كانت في مصر حتى قبل وقت يوسف، على الرغم من عبادته لم تؤسس هناك ولا حتى كان يمكن ممارستها. نزل كل من إبراهيم وإسحاق إلى مصر وتركوا فد مذاق من التقوى الحقيقية وراءهما. عفة يوسف المثالية في رفضه لإغراءات زوجة فوتيفار، فلو فكر بمنطق البشر شاف سريعا أنه الخطة المقترحة عليه بمنتهى السرية ممكن ترفع مركزه، وكمان هو شاب ولكنه لم يفكر بهذه الطريقة. خاطر بمستقبله، خاطر بحياته، بدل من أن يجرح مشاعر سيده ويخطئ إلى الله. طبعا مثل هذا السلوك نادر جدا، وخاصة في أيامنا هذه لا يوجد مثل يوسف. نادرا جدا ما نجد شخص مثل يوسف بهذا الشباب، كان في عز شبابه وتعرض عليه امرأة ولكنه يرفض. قليلون هم الذين مثل يوسف. الشيء الآخر، هرب وخرج إلى خارج. لما تكون تجربة بهذا الشكل لا يوجد حل سوى الهروب والخروج. بعض الإغراءات يمكن أن تواجه بشكل شجاع، تقاوم بشدة وهكذا تغلب، لكن هناك إغراءات أخرى تغلب فقط بالهروب. امرأة من نوع زوجة فوتيفار هي قادرة على القيام بأي نوع من الشر، لها مكانة، لها مركز، يعني ممكن تعمل أي شر حتى تتمكن لكي تحصل على رغبتها الشريرة، وبالأخير لها القدرة على اتهام الآخرين، وهذا بالضبط هو تخصص الشيطان. فهي تمثل الشيطان هنا، أنه يغري البشر إلى الخطيئة ثم يتهمهم بأنهم قد ارتكبوها، حتى عندما يقاوم الإغراء بأمانة ومثابرة علينا أن نفعل ذلك. فيحاول، لما قاوم يوسف ماذا حاول؟ تلويث شخصيته أمام فوتيفار وأمام الكل، حاول تلويثه، وذلك لتشويش الشخص ولإرباكه وتشويش إيمانه. دروس كثيرة نتعلمها من هذا الفصل، وأمور كثيرة تعلمناها من تقوى يوسف ومن بره ومن محبته لسيده ومن إخلاصه له ومحبته للرب ومخافة الرب. في العدد 21 وصلنا أن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفا. إذا كان الله قد بسط لطف ليوسف، وحتى في هذه الحفرة اللي هو فيها الآن، في هذا البئر، بارك يوسف وهو عبد، فما نتعجب أن الرب باركه حتى وهو في بيت السجن. ولم تستطع هذه الظروف أبدا أن تغير يوسف أو أن تغير من خطة الله لحياة يوسف. فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن وكل ما كانوا يعملون هناك، كان هو العامل. نرى إذن أن الرب بارك يوسف بحضوره حتى بعد اتهامه زورا والقاه في بيت السجن. يقول: ولكن الرب ما كان مع يوسف لأن الرب كان معه. دائما الرب معه. وهنا نجد كما كان قبلا في بيت فوتيفار، وصل يوسف إلى القمة إذ أصبح المدير الرئيسي في السجن من خلال اختباراته في كل المكانين. يعني كان عند فوتيفار هكذا، والآن في السجن أيضا. الرب أعطى ليوسف حكمة وأعطاه نجاح حتى هنا في السجن. كان الرب مع يوسف بالرغم من يعني من أنه القوه في السجن وهو بريء، لكن الرب لم يتركه أبدا ولم يبقيه حزينا، بل أعطاه دائما نقول تشجيع
والتعزية والمثابرة في الحياة. فيقول في آخر عدد: لأن الرب كان معه ومهما صنع كان الرب ينجحه، لم يتركه الرب بل كان معه دائما. نأخذ كم عدد من الإصحاح 40. نبدأ بالمقدمة. رئيس سقاة فرعون ورئيس الخبازين بعد أن أساءوا إلى سيدهم وضعوا في السجن. قائد الحرس يجعلهم في رعاية يوسف، كل واحد منهم لديه حلم. يوسف يرى أنهم في حزن ويسألهما عن سبب ذلك. يردوا عن أنهم الاثنين كل واحد منهم حلم حلما. رئيس السقاة يروي حلمه ويوسف يفسره ويعطي فكرة بسيطة عن تاريخه لرئيس السقاة ويطلب منه أن يتذكره أمام فرعون. رئيس الخبازين يروي حلمه ويوسف يفسر هذا أيضا. تتحقق أحلام كليهما وفقا للتفسير. رئيس السقاة يرجع إلى وظيفته ورئيس الخبازين يشنق. رئيس السقاة ينسى يوسف ولا يعير أي اهتمام بكلامه. هذه المقدمة البسيطة. الآن في السجن في الإصحاح 39 رأينا عناية الله نحو هدف واحد وهو يوسف وتمجيده. وأيضا سوف نرى في هذا الإصحاح الإصحاحات القادمة أنه تعلن أفكار من قلوب كثيرة، ومن خلالها سوف يتعظم أيضا يوسف. وهذه طبعا خطوة تعد للخطوة التي بعدها في المخطط الإلهي، كما مكتوب في مزمور 105: أرسل أمامهم رجلا بيع يوسف عبدا أذو بالقيد رجليه في الحديد، دخلت نفسه إلى وقت مجيء كلمته. قول الرب امتحنه، أرسل الملك فحله. فالرب مبارك الذي ينفذ خططه مهما كانت العراقيل، مهما تغيرت الأحوال، لكن هو الذي ساهر على كلمته ليجريها. ففي تكوين 39 شوف أن الشيطان استخدم امرأة فوتيفار وكانت نتيجتها دخول يوسف إلى السجن. وهنا سنرى في هذا الإصحاح أنه رئيس السقاة أيضا يطلب منه أن يذكره أمام فرعون، لكنه ينسى يوسف طوال 2 لكن الرب يعمل كل شيء حسب خطته. هو الذي يدير دفة الحوادث كلها، وفي الوقت المعين هو الذي سيتمم مقاصده. وهذه هي طريق الله، متعالية فوق الظروف وفوق الأحوال، ومقاصده لا بد أن تتم. وهو الذي قد عين وقتا مناسبا لإتمام مقاصده بالنسبة ليوسف وبالنسبة لنا جميعا. في العدد الأول: وحدث بعد هذه الأمور أن ساقي ملك مصر والخباز أذنبا إلى سيدهما ملك مصر. الساقي هو الذي يحمل الكوب للملك، هذا هو الساقي، والخباز هو الذي يعطي الطعام والحلويات وإلى ما إلى ذلك يعني. وقد أساء تهموا ربما بمحاولة، لا أعلم، ليست مذكورة في الكتاب. البعض يقول محاولة قتل الملك، ربما سم أو يعني وضع سم في الطعام أو في الخبز، ولكن هذا الشيء ليس مذكورا، فهذه مجرد اجتهادا. اتهموا بتهمتهما فوضعا في السجن. فوضعهما في حبس بيت رئيس الشرط في بيت السجن، المكان اللي كان يوسف محبوسا فيه. وين ما كان يوسف محبوس مكان محتجز فيه يوسف، يعني كان هو طبعا محجوز هناك، ولكن كان له حريته الشخصية. الساقي والخباز الآن يعتبران مجرمين اثنيناتهم، ووضعا في هذا السجن. ونعلم احنا انه هذا السجن كان سجن الملك، صح؟
فأقام رئيس الشرط يوسف عندهما فخذهما وكان أياما في السجن، يعني استمر في الحبس حرفيا أياما. كم كانت المدة لا نعلم، لكنها ربما فترة يعني معينة، وبقوا هناك. بعد ذلك وحلما كلاهما حلما في ليلة واحدة، كل واحد حلمه وكل واحد بحسب تعبير حلمه. ساقي ملك مصر وخبازه المحبوسان في بيت السجن، كل واحد بحسب تفسيره، يعني كل واحد بحسب تعبير حلمه، يعني بحسب تفسيره. لم تكن هذه الأحلام عادية أو آتية من عقل مشوش أو نتيجة لمرض أو تخمة لطعام، لكنها كانت أحلام لها تفسير، أحلام نبوية، أحلام نبوية. في نفس الليلة حلما كل منهما حلمين متشابهين، وهناك فرق بسيط بينهما، وما لم يدركا طبعا ولم يفكرا بهذه الطريقة، لكن يوسف الآن سوف يعني يبين لهما الحلمين. كما كان مع يوسف هذين الشخصين في بيت السجن وفي بيت العبودية مذنبان، هكذا كان الرب يسوع المسيح معه أيضا مذنبان، فهي صورة أو رمز للرب يسوع المسيح. أيضا كان معه مذنبان معلقين على صليبين، وواحد منهم خلص كما نعلم والآخر هلك. وهكذا أيضا سنرى هنا السجينين اللذين مع يوسف، واحد منهما يخرج حرا والثاني يشنق. هذا مجرد يعني رمز بسيط، تشابه بسيط يعني بين ما حصل ليوسف وما حصل للرب يسوع المسيح واللصان اللذين معه. في أول مشهد كان اللصين يجدفان على الرب يسوع المسيح، لأنه أيضا قيل عنه أحصي مع الأثمة، وكان هو مصلوب في الوسط، كان فاصل بين مصيرين مختلفين، واحد خلص والآخر هلك. طبعا بالنسبة للأحلام من الخطأ أن نتصور أن الله يتعامل مع الناس كما كان يتعامل في العهد القديم، في حلم، في رؤى الليل، عند سقوط سبات على الناس في النعاس. يعني الآن للمؤمنين أسلوب أفضل، وهو كلمة الله. الله يستخدم كلمته ليفسر لنا كل شيء عن حياتنا، ليكلمنا، ليعلن لنا، ليوصل لنا إعلاناته. في عدد 6 فدخل يوسف إليهما في الصباح ونظرهما وإذا هما مغتمان، يعني كان بسبب الأحزان، بسبب الأحلام اللي حلموها، فكانوا حزينين، لم يعرفا ما المعنى من هذا الحلم. فسألهم يوسف ما بالكما، لماذا حزينين، لماذا أنتم مغتمين؟ فقال له حلمنا حلما وليس من يعبره. فقال لهما يوسف أليست الله التعالى فقص علي. ليس هناك من يترجم لنا هذا الحلم أو يفسر لنا هذا الحلم. فيوسف يقول أليست التفاسير هي من الله؟ الله وحده هو الكائن الأسمى، هو الذي يعلم ما هو النافع في المستقبل، وإن سمح وأعلن في حلم هو وحده الذي يمكن أيضا أن يعطي التفسير. قص رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال كنت في حلمي وإذا كرمة أمامي وفي الكرمة 3 قضبان، وهي إذ أفرخت طلع زهرة وأنضجت عناقيدها عنبا، وكانت كأس فرعون في يدي فأخذت العنب وعصرته في كأس فرعون وأعطيت الكأس في يد فرعون. يعني رأى نفسه أنه ما زال يخدم فرعون. هذا الحلم هو من الله كما نعلم، لكن الله يعطي صورة وأشكال إلها معنى لساقي الملك، عنب وكرمة وكأس. ويقول أنه في الكرمة 3 قضبان،
ويوسف يعبر له هذا الحلم أنه 3 قضبان هي 3 أيام. أخذت العنب وعصرته في كوف فرعون، يعني أنه النبيذ هنا عبارة عن يعني عصير، ففسروا له يوسف أنه 3 أيام هي 3 القضبان، وأنه قضبان. وطبعا هذه أيضا دلالة أو كرمز بسيط عن الرب يسوع المسيح، موته وقيامته بعد 3 أيام، جسده الذي قدمه ودمه، وقام بعد 3 أيام، التعبير عنها أيضا كرمز. في عدد 13 في 3 أيام أيضا يرفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك، فتعطي كأس فرعون في يدي كالعادة الأولى حين كنت ساقي، يعني سوف يطلقه فرعون ويرجع إلى وظيفته كما كان سابقا. بعدين في عدد 14 وإنما إذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع إلي إحسان تذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت، لأنه قد سرقت من أرض العبرانيين، وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعوني في السجن. قدم يوسف التفسير هذا، وطبعا في 3 أيام سيتوضح إذا كان صائب أم غير صائب. وبعدين يقول له إذا ذكرتني يعني يصير لك خير. فسأل يوسف ساقي الملك أنه يعمل أو يتكلم من أجل إطلاق سراحه، بالرغم من أن يوسف أظهر يعني شخصية تقية في السجن، لكنه يعني لم يكن فيه أي مرارة في قلبه أو أي غضب، ولم يكن غبيا أبدا. أراد أن يخرج من السجن واستخدم الأدوات لفعل ذلك، يعني طلب منه أنه يذكره أمام فرعون. استخدم يوسف الحكمة، استخدم الثقة، الفكر حتى يخرج نفسه من هذا السجن، بالرغم من أن الله كان معه هناك. نرى يعني أن الله في ظروفه الحالية أنه الرب لا يعني ذلك أنه يريد أن يستمر في هذه الظروف إلى الأبد. وبعدين نقول في العدد 15 لأني قد سرقت من أرض العبراني، وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعهم في السجن. هنا لا يقول يوسف يعني لا يتكلم على أخوته وما فعلوه به، لا يحب أبدا أن يعني يقول شيء سيء عن أهله، فلذلك قال سرقت من أرض العبرانيين. هو لم يسرق، هو تم بيعه. فلما رأى رئيس الخبازين أنه عبر جيدا قال يوسف كنت أنا أيضا في حلم إذا 3 سلال حواري على رأسي، وفي السل الأعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز، والطيور تأكله من السل عن رأس. فأجاب يوسف وقال هذا تعبيره 3 سلال هي 3 أيام. في 3 أيام أيضا يرفع فرعون رأسك عنك ويعلقك على خشبة وتأكل الطيور لحمك عنك. فحدث في اليوم الثالث يوم ميلاد فرعون أنه صنع وليمة لجميع عبيده، ورفع رأس السقاة رئيس السقاة ورأس رئيس الخبازين بين عبيده. يعني حلم رئيس الخبازين أنه في 3 سلال، وقال يوسف أنه هاي التاسعة هي 3 أيام، وأنه عليها طعام والطيور تأكل منه. وقال أنه فرعون سوف يرفع عنك رأسك، يعني يعلقك على خشب. وهذا ما حصل بعد 3 أيام بالنسبة للشخصين، واحد تحرر والآخر علق يعني وقطع رأسه وعلق على خشبة. نجد هنا يوسف يمثل لنا الرب يسوع المسيح، وهو يحمل لنا رسالة الحياة أو الموت. فالحياة لكل من يؤمن به، والموت لكل من يرفضه. ونشوف هنا أنه يوسف
يعني رسالته كانت أو تفسيره لحلميهم إنه واحد منهم تحرر والآخر يعني ثبتت عليه التهمة وتم شنقه. ولكن لم يذكر رئيس السقاة يوسف بل نسيه. هنا نشوف أن يوسف أيضا مظلوم مرة أخرى، يعني هو اعتقد لما رئيس السقاة يخرج ويطلق من السجن فسوف يذكره، وأنه ربما يعني يخرج من هذا السجن، لكن نسيه ولم يذكره أمام فرعون ولم يتكلم أي شيء عنه. الله يستخدم الجميع بشكل عظيم، يحضرهم أولا إن القليلين منهم مستعدين أن يتحملوا عظمة تحضيرات وترتيبات الله. كان الله في جميع خطوات حياة يوسف وفي كل محطات وقوفه كان موجودا معه، وهو اللي سمح أن ينسى رئيس السقاة بأن يذكر يوسف أمام فرعون. لو كان ذكر يوسف ربما كانت ستتم حالة فحص يوسف، وربما يستعيد حريته، وربما أيضا يعني كان سوف يعمل في أحد الأماكن. يوسف في السجن يمثل المسيح بين اليهود، ورئيس سقاة ورئيس الخبازين يمثلين اللصين مصلوبين مع ربنا، واللص واحد عفي عنه والآخر ترك ليموت، وهكذا حصل مع رئيس سقاة عدل وظيفته رئيس خبازين شنق. شكرا لاستماعكم والرب معكم. مع السلامة إلى المرة القادمة.